الناس لما بيطلبوا منك حاجة مهما كانت الحاجة دي صعبة وتوقيتها مش مناسب، ما بتعرفش تقول لهم لا. يس، دول أصدقائي الأعزاء اللي هو علاقتي بيهم علاقة قوية جدا بقالها فترة طويلة جدا، تخليني ما اقدرش اقوله لا. طلبه ليا معنى ان هو طلب مني الحاجة دي، ده معناها ان هو فعلا محتاجها وعارف ان مفيش حد هيقدر يحققها له الا انا. ببقى فاهم ان ده it's urgent، حتى لو تأثر على شغلك طبعا تحت اي ظرف. ما دام الشخص ده بالاخص طب هو بيبقى وهو بيعمل الحاجة دي عارف ان ده ممكن يأثر على شغلي، فمعنى انه طلبها ان هي الحاجة دي فعلا مهمة جدا وضرورية جدا. وده مش بيحصل مع كل الاشخاص، ده بيحصل مع اشخاص معينين جدا قليلين جدا. بما ان لا هي صعبة عليا اصلا وصعب اني اقولها، وطول الوقت بحاول اتعلم لحد دلوقتي ازاي اعرف اقولها بشكل مريح وشكل ما يحرجنيش وما يضايقش اللي قدامي. فبحب اشرح انا ليه مش هقدر اعمل الحاجة دي. ودي كانت من احسن الطرق اللي اتعلمتها، رقم 1 عشان اعرف ازاي اقول لا. انت لو قلت لشخص لا في وشه كده واضحة وصريحة، هيكش، هيتخض، هيزعل، هيتضايق. بس لو قلت له انا مش هقدر اعمل كده لاني انا بكرة عندي شغل وهكون بشتغل من الساعة كذا للساعة كذا، فمش هقدر أكون موجود معاك في المشوار ده، أو مش هقدر أكون موجودة معاك في المشوار ده. أولا بيريحني كتير، بيخفف عني إحساسي بالذنب إن أنا ما قدرتش أعمل الحاجة دي للشخص، وفي نفس الوقت بيساعده إنه يفهم إن أنا مش بقول لا لأني أنانية أو إن أنا مش على بالي، أنا عندي سبب يمنعني إني أقدر أأدي الحاجة اللي هو بيطلبها مني دي في التوقيت اللي هو عايزه. طب أنت يا محمود لما بتيجي تقول لا تشرح الأسباب؟ لا لا، مش بحب اشرح الاسباب طبعا. يعني عادي ممكن تسيب الشخص كده متعلق مش فاهم؟ انا يعني مش بحس ان هو متعلق، هو بحس ان المفروض ان هو يتفهم ان لما اقول له لا ان الموضوع انتهى. هو مش المفروض يبقى فيه اي يعني حمل عليا ان انا اشرح له، فاهم قصدي؟ يعني هو المفروض الموضوع انتهى في اللحظة اللي انا قلت له فيها لا. مع العلم ان عشان كده الطلب مهم جدا، يبقى من درجة قرابة لشخصين قريبين جدا من بعض. تبقى عارف دايما لي دي حاجة انا برجحها بريكومند ده لكل الناس، انك لما تيجي تطلب حاجة من حد، وعارف ان في احتمال يقول لا، ما برشحش ان انت تطلبها اصلا. ليه في ناس ممكن تعاني وضربات قلبها يزيد لما بتقول لا؟ علشان بتحس ان هي هتخسر اللي قدامها. المشكله عارف ايه؟ انه اللي بيقول لا وهو بيحس بالاعراض دي هو بس بيفكر على التاثير السلبي، بيفكر انه رفض، انه اتخلى عن اللي قدامه، انه بيعمل حاجه هو كان المفروض يعملها من وجهه نظره طبعا. انه بما ان احنا اصدقاء فانا المفروض ابقى موجود جنبك لو انت احتجتني، لو احنا عيله فانا المفروض اني اقول على اي حاجه عيلتي بتطلبها مني. فهو قناعته اللي عنده جوه دماغه واللي بتوصل للتاثيرات الخارجيه دي، لانه فاكر انه بيعمل حاجة عكس طبيعة علاقته بالشخص اللي قدامه، عشان كده بيحس بالحاجات دي كلها.